السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي لكم انبوكسنج عن ايفون 5 سي. الكل طبعا عارف ايفون 5 سي، فتعالوا خلينا نبطله ونشوف الجهاز نفسه. اوريدي انا توني ماخذه، فقلت بسوي لكم عنه انبوكسنج، فهذا الشيء اللي انا ابيه، او يعني اللي كنت متحمس له بالاساس. فببطل الشريطة طبعا هذه اللي داير مدار، حطها على الصوب هني على اساس ما تضيع. وبعدين افتح الجهاز، اشيل الغلاف المعدني، يعني نوعا ما يذكرني بالايبود، ولكن التليفون نفسه كلام ثاني. يعني شنو اقول لكم عن التليفون؟ ما ادري، هو في ستيكر هني. طبعا خلونا نخلي التليفون على صوب، خلينا نشوف شنو المحتويات اللي داخل. مكتوب لك هلو مرحبا، هذا شيء حلو صراحة من عندهم. وبعدها موجود دليل استعمال الايفون مثل ما انتم شايفين، اعتقد بكل اللغات، لو تبي اي لغة كلهم موجودات. زاد ستيكر ابل، في شيء احلى من ستيكر ابل؟ احب ستيكر ابل صراحة. وكذلك وهو النسخة البريطانية اللي يجي تقريبا اليو كي ادابتر مثل ما انتم شايفين، هذا هو اليو كي ادابتر نفسه. وكذلك داخل شنو في بعد؟ خلينا نشوف شنو في داخل. في سماعات اللي هي الايربود الجدد، صراحة حلوات، استعملتهم مع الايفون 5 والايباد، ريحوني حيل. عموما هذا هو الكيبل حق الشحن، فهذا شيء انا ضروري ابيه اساس اقدر اشغل التليفون هذا، من غيره التليفون ما راح يشتغل. فخلنا نوخر الاغراض هذيل على صوب، احسن يستحسن اني اوخرهم على صوب. ونجي حق الشيء الرئيسي اللي هو الايفون 5. شلون الحين ابطله؟ اوكي، اعتقد انه حلو عرفت القصة. طبعا انك تشيل الايفون، اللزقة هذه تشيلها كبرها، عرفت شلون؟ انا اكره شيء عندي كذي صراحة. فنشيل الايفون، اعتقد خلاص ما في شيء. اسوأ شيء تغليف الشركة. لا اوكي، انا طلعت الغبي. فهذا هو الايفون 5 سي. مثل ما تشوفون الديزاين فيه حلو، والجهاز نفسه حلو صراحة، يعني دخل مزاجي حيل. وشكله مثل ما تشوفون هو نفس الايفون 5، ولكن مختلف الديزاين حيل. واللي اخترته اللون الاخضر يذكرني بشيء، بجهاز الجيم بوي كلر، اذا انتم مألوفين مع جهاز الجيم بوي كلر. ولكن خلوني اسوي اكتيفيت حق الجهاز وارجع لكم الحين نتعرف على مزايا المهمة بالجهاز. اوكي، تعالوا خلينا نتكلم عن التليفون نفسه بعد ما سويت له لوك او فتحته، يعني يعني تقريبا. فاوريدي هذا هو الايفون 5 سي. مثل ما تشوفون لونه حلو صراحة، اكثر شيء جذبني اللون، لان تدرون شنو اللي يذكرني فيه حيل؟ يذكرني بالجيم بوي كلر. وكذلك احب اللون الاخضر. هذا كنترول نينتندو 64، يمكن تشوفون الشبه بينهم، ما ادري اذا تشوفون الشبه او ما تشوفونه، فانا اعتقد انه مشابه. تعالوا خلونا نتكلم على مزايا الايفون 5 سي. طبعا في مزايا واجد ما تختلف عن مزايا الايفون 5 العادي اللي احنا عرفناه، ولكن غير اللون في مزايا حلوة صراحة. اول ميزة اللي تقريبا راح تفيدنا كلنا، طبعا غير طبعا المزايا اللي في، يعني في ميزة صراحة انا احبها، انك تقدر تدق على كنتاكي من هذا التليفون. هذا شيء حلو صراحة. شكرا لاختياركم مطاعم دجاج كنتاكي، سوف نقوم بخدمتكم بعد لحظات. هذه ميزة انا احبها بالتليفون نفسه. الميزة الثانية الحلوة اللي احبها بالجهاز، اني اقدر اصور اي صورة بيها، مثل الحين قاعد اصور صورة النينتندو 64، وهذا الشيء عاجبني. واقدر ارفعه على تويتر نفسه، واكتب او اختار الفلتر هم بعد نفسه. صراحة شيء حلو انك تقدر تختار فلاتر مثل ما قاعدين تشوفون انتم الحين. فاقدر اسوي دان، اكتب N64. هذا شيء عجيب صراحة. الحين تطلع الصفارة، اعتقد لا ما في صفارة. هذا الشيء الحلو بالجهاز نفسه. هم بعد في ميزة ثالثة بتكلم عنها، وفي ميزة دائما احبها، اقدر اشوف على التليفون هذا رعد العملاق باي وقت واي زمان انا حبيته.
وفي ميزة دايما اعتمد عليها بحياتي اللي هي الآلة الحاسبة. انا تقريبا ما اعرف بالرياضيات حيل، فراح اقول 1+1 كم تطلع النتيجة؟ 2. هذا شيء اسهل من عنده ما في. وهذه كل المزايا اللي احبها بالايفون نفسه صراحة، بس اكثر شيء اللي شدني اللي هو اللون. طبعا اذا انتم تدورون على مزايا مثل تليفون يتحول غسالة، تليفون يجيب لك اسد عند باب البيت، تليفون يطلع لك من عنده مصباح سحري ويحقق لك يحقق لك 3 امنيات، فهذا التليفون مو لكم. فانا اقول لكم انتظروا 50 سنة قدام راح تحصلون التليفون اللي انتم تبونه. اذا عجبكم الفيديو هذا لايك سبسكرايب، وان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.